فيلمنا بيبدأ مع مات وهو في جنازة مراته ليز، وبنشوفه لما بيرجع وبيقعد في أوضته مش قادر يقابل حد، وبيفضل يبص على الحيطة على صورة السونار بتاعة مراته، وبيفتكر إن ميعاد ولادتها كان مقرب. فراحوا المتابعة بتاعتها قبل الولادة بأسبوعين، بس الدكتورة كانت مسافرة، فراحوا لدكتورة جديدة وقالت لهم إن المية اللي حوالين البيبي قلت جدا والولادة لازم تتم في أسرع وقت، ومش هينفع حتى يستنوا أسبوعين بتوع الولادة. وفعلا بتجهز ليز للولادة وبتولد مادي وبتكون كويسة، وأول ما بتقوم ليز عشان تتمشى بيجيلها خنقة وبتقع على طول، والدكاترة بيجولها يطمنوا عليها، لكن بيكون جالها انسداد رئوي فبيعمل لها جلطة على رئتها. بتموت ليز وتسيب لمات مادي البيبي الرضيعة. وفي الجنازة ما بيقدرش مات يقول أي حاجة عنها غير إنه مستعد يخسر أي حاجة في حياته بس ترجع له تاني، ولو حتى يوم واحد بس. وبعد الجنازة كل القرايب والأصحاب بيروحوا البيت مات عشان هم عارفين عنه إنه مش مهيأ إنه يربي طفلة صغيرة، وخصوصا حماته. وبيبدأ رحلة تربية البنت من إنه بيهتم بكل تفاصيلها ويغير لها البامبرز ويجهز لها الببرونة، وبتصحيه في نص الليل وهو مش عارف سبب عياطها، فبينزل يجهز لها الببرونة بتاعتها. فبتكون حماته ووالدته بايتين معاه، بيدي البنت لأمه تأكلها، وحماته بتقوله الأحسن إنه يرجع تاني يعيش في مدينته اللي اتولد فيها علشان البنت تعيش وسطيهم، وكمان عشان يوفر فلوس السفر كل شوية. فبيقول لها إنه مش هيقدر يسيب المدينة اللي اتدفنت فيها ليز، وهو هيتعلم إزاي يربي بنته بنفسه لأنه أبوها ومحدش هيحبها قده. وبياخد بنته تاني وبيطلع ينام، وتاني يوم بيقعد مع حماه وبيقول له إنه واثق فيه إنه هيخلي حياة بنته مثالية، وبيشكره على مساندته ليه وبيقوم. وبعد فترة بيروح مات شغله يستأذن إنه يشتغل من البيت عشان مش هيقدر يسيب مادي في البيت لوحدها، فالمدير بيقوله إنه مش واثق فيه إنه هيقدر يربيها لوحده لأنه أب مش أم. لكن مات بيأكد له إنه هيربي بنته وهيستمر في شغله أونلاين، ولو ما قدرش يشوف شغله كويس هيسلمه لزميله أوسكار. وبيرجع مات لبيته وهو حاسس بالحمل اللي عليه، وبيسأل حماته هي هتفضل قاعدة معاهم لإمتى، فبتقوله 6 شهور لحد ما تتأكد إنه بيعرف يهتم بحفيدتها كويس. لكن ساعتها بيعرض عليها إنها تمشي لما مامته هي كمان تمشي، وهو هيبقى معاها على اتصال طول الوقت، ويقول لها على أي جديد يحصل لمادي أو لو عايز منها أي مساعدة. وبتوافق بس بتشرط عليه إنه لو فشل هيجيبها لها وهي اللي هتتولى مسؤوليتها كاملة، وبيوافق على كلامها. وبينزل يتمشى بالبنت، لكن بيفشل في إنه يفتح العربية بتاعتها لدرجة إنه اتعصب وفضل يقول على نفسه فاشل قدام أمه، وإنه مش هيعرف يربي بنته زي ما ليز كانت عاوزة. بتقول له أمه إنه لازم يصبر ويعمل الأفضل عشان مصلحة بنته، وبتقوم بمنتهى السهولة تقفله العربية. وبيجي يوم ما حماته وأمه ماشيين من عنده، وبتأكد حماته عليه الاتفاق اللي ما بينهم، وبترجع كل واحدة لبيتها. وبعد ما مشيوا بيدخل مات البيت وهو شايل البنت وبيرقص بيها، بيتعلم ازاي يشيلها وازاي يركب لها الكرسي بتاعها في العربية، وبقى كمان ياخدها معاه في كل مكان، وهو بيحاول يتأقلم على الوضع الجديد اللي بقى صعب عليه. وحتى وصل انه بياخدها معاه شغله. وفي يوم مادي بتفضل تعيط طول الليل وهو مش عارف ايه سبب عياطها ابدا، وبيتصل بمامته لكن ما بتعرفش السبب برضه، فبيغني لها هو واصحابه لكن من غير فايدة. بيقرر انه يروح جلسة لدعم الابوين الجدد عشان يعرف يعني يتصرف معاها ازاي، لكن كل المجموعة بتكون امهات، فبيتحايل عليهم مات انه يحضر معاهم لانه بنته بتعيط طول الليل ومش عارف السبب ولا عارف حتى يسكتها. فبتقول له ام من الحاضرين انها ممكن يكون عندها مغص، فبيأنب ضميره إنه ممكن يكون ادالها الببرونة من غير ما يغسل إيده. فبتقوله لأ، ده بيكون من الهضم عادي، واقترحت عليه إنه يشغل لها أي دوشة حواليها عشان تسكت وتلهيها عن المغص. فبيجرب أول ما بيروح وبيجيب مكنسة ويشغلها، وفعلا بيلاقيها سكتت، فبيحس إنه ياه، أخيرا عملها لوحده وأخيرا هيقدر ينام. وبيروح على اجتماع الشغل وبيكون نايم فيه وهو قاعد من كتر تعبه، فبيصحوه علشان يعرض أفكاره في الاجتماع. وأول ما بيقوم بيحس إنه سامع عياط مادي، فبيستأذن من الاجتماع ويروح يشوفها، وبيحاول يهديها بصوت المكنسة اللي كانت جنبه، لكن ما بتسكتش برضه. فبيخرج على صوتها المدير وزمايله وبيلاقوا إن معاه بنته، فكل واحد بيحاول يقدم له مساعدة أو نصيحة علشان يهدوها، وفعلا بتهدى وبيقدر يعرض أفكاره في الاجتماع. وبعد ما خلصوا مديره أخده على جنب وقال له إن الشركة بتاعته مش مكان للأطفال، وإنه يقدر يسيب بنته مع بيبي سيتر. فبيدور على واحدة تقعد مع البنت، وفعلا بيلاقي ويسيبها معاها ويخرج مع جوردن صاحبه، لكن ما بيبقاش مبسوط ولا مرتاح عشان سايب بنته مع واحدة ما يعرفهاش. فبيرجع البيت وهو مقرر إنها مش هتيجي تاني.
تاني يوم بتجيله حماته عشان تروح معاه ميعاد الدكتور بتاع الأطفال، وبيكون ناسي أصلا الميعاد، بس مش بيقول كده لحماته طبعا، وبيطلع يجهز مادي ويروحوا للدكتورة وهو خايف من تقريرها عن حالة البنت. لكن الدكتورة قالت له إن بنته كويسة وصحتها تمام، وهو فعلا مهتم جدا، وإن مامتها لو كانت موجودة كانت هتفتخر جدا بيه. فبيفرح جدا طبعا، وبتقول له حماته إنه يستعد للسفر عشان يروحوا لتعميد البنت في الكنيسة، ودي بتكون أول رحلة لمادي. فأول ما بيوصل مات ويطلع أوضة ليز بيفتكر ذكرياته معاها هناك، وبيطلب من حماته إنها تخلي بالها من مادي على ما يرجع، وإنه هيخرج يقابل صحابه، لكن بيسيبها ويروح لأمه يرتاح عندها. وبيعملوا حفلة لمادي عشان اتعمدت، وبتعدي السنين وتكبر مادي شوية وتخش المدرسة اللي مامتها ليز كانت فيها، وبيلبسها ويعاني مع شعرها عشان مش عارف يسرحه ازاي. بعد كده بيروحوا حفلة عيد ميلاد، وهناك أصحاب مات بيكونوا متفقين مع واحدة عشان تتعرف عليه، وبيتعرفوا على بعض وشوية وبتخلص الحفلة. تاني يوم مادي بتتخانق مع زمايلها في المدرسة، فبيتم استدعاء ولي أمرها في المدرسة، وبيجي مات. فالمديرة بتشتكي له إن مادي عنيفة شوية مع زمايلها، وكمان بتلبس بناطيل زي الولاد والمفروض تلبس جيبة زي باقي البنات، وده عشان بتشوف باباها بيلبس كده وهو قدوتها. لكن مات ما بيقتنعش، وآخر اليوم بيخرج يقابل ليزي البنت اللي اتعرف عليها، وبيحكي لها عن قد إيه بنته هي كل حياته وهو عايش عشان يربيها كويس. ولما بيرجع البيت بيعتذر لمادي علشان زعلت إنه اتأخر عليها ربع ساعة، وابتدى يقضي وقت أكبر مع ليزي، فبيقرر إنه يعرفها على بنته. فبياخد مادي معاها الملاهي ويقول لها إنها صديقته، وكان بيخرج معاها الفترة اللي فاتت وحابب إنهم يتعرفوا على بعض. وبتطلع عليها مادي اسم سوان، وبعدها بيعدي مات على ليزي عشان يقعد معاها، وما بيشوفش موبايله اللي بيكون إدارة المدرسة بتتصل عليه كتير عشان يلحق بنته اللي اتخبطت في دماغها وودوها المستشفى وكانت محتاجة خياط. طبعا مات أول ما عرف كان هيتجنن، ومات من الرعب أول ما اكتشف إنها نفس المستشفى اللي ماتت فيها أمها. وبيرجعوا البيت ويفضل مات جنبها وهو محمل نفسه ذنب اللي جرالها بسبب علاقته بسوان، وراح قال لها إنه مش ممكن يخسر بنته عشان أي حد أو أي علاقة في الدنيا، وكفاية إنه وصل لبنته متأخر وقت ما كانت محتاجاله، وإنه ساعتها افتكر أمها وإنهم خرجوه من الأوضة وما قدرش حتى يودعها. وبتسمعه سوان وبتستأذن وبتمشي. بعد فترة بتجيله سفرية لكرواتيا بأمر من مديره، وما بيكونش عارف هيسيب بنته ازاي شهر ونص، فبيودي مادي لجدتها تقعد معاها. لكن مادي بتقوله هي فين سوان، وبتقوله انها عاوزاها ومحتاجة يبقى حواليها ناس مش هي وأبوها بس. وبتروح لجدتها تقعد معاها في أوضة مامتها وهي صغيرة، وسلسلة مامتها بتكون ضاعت منها. وبيشد مات وحماته في الكلام لما بتلومه على إنه ساب بنته وأهمل فيها عشان كده اتعورت. فبيزهق مات وبيقرر إنه هياخد بنته ويروح لأمه ويسيبها عندها. لكن البنت ما بترضاش وبتقوله إنها عاوزة تخليها في أوضة مامتها وتقعد مع جدتها وجدها، وإنه مش بيهتم باللي هي عاوزاه. فاضطر مات إنه يوافق وسابها معاهم، وبيتأثر وهو شايف إنها مبسوطة في وسط العيلة الكبيرة مش وهما الاتنين مع بعض بس. وبيروح يسلم على مادي وهو بيعيط وهي كانت نايمة، وبيقول لها إنه بيحبها جدا وإنه عشان بيهتم باللي هي عاوزاه هيسيبها تعيش مع جدتها، وسابها. وتاني يوم بيرجع بيته بس كان حزين. بيطلبه مديره في الشغل وبيقول له إنه اترقى عشان أثبت كفاءته ورشحه يبقى هو المدير. فمات فرح وقال له إنه مبسوط إن هو ما رفضوش أصلا، وبيرجع البيت وهو مبسوط، وبيجي صحابه يحتفلوا معاه، لكن بيكون مش عارف يفرح من كتر ما هو مفتقد بنته، لدرجة إنه بالليل ما بيكونش عارف ينام، وبيشغل المكنسة عشان ينام زي ما كان متعود وهو بينيم مادي. وبيصحى تاني يوم يرتب البيت، فبيلاقي السلسلة بتاعتها اللي كانت واقعة منها، وأخد شنطته وراح المطار هو وصاحبه أوسكار اللي هيسافر معاه، وفضل ماسك السلسلة بتاعت بنته وقعد يفتكر أما كان بيوديها الجنينة وهي صغيرة، وكانت بتحب التماثيل بتاعت البط اللي هناك، وأول مرة مشيت وهي صغيرة، وكان قد إيه فرحان لدرجة إن جوردن صاحبه عيط من الفرحة وقال له إن في أكيد حد بيقطع بصل قريب علشان يداري عياطه. وأول يوم ليها في الحضانة. كل الحاجات دي خلته يحس إنه مش قادر يبعد عنها، فقرر إنه يسيب أوسكار يسافر لوحده، وهو بيقول لأوسكار إنه واثق فيه، ورجع هو لبنته فوراً. وبيرجع على بيت حماته وبيجري على مادي اللي ما كانتش عارفة إنه هيرجع دلوقتي، فبتكون فرحانة جدا لأنه وحشها، وبيديها السلسلة بتاعتها وبتقوله إنها بتحبه جدا والمكان اللي هيكون فيه هي هتحب تكون فيه. فبياخدها ويرجعوا لبيتهم تاني، وبيودعوا جدتها اللي أول مرة تحضن مات، وهي بتشكره على إنه ما خيبش ظنها فيه وإنه بيهتم ببنته وهيفضل يحافظ عليها. فبيرجع مات البيت وهو مبسوط، وبياخد مادي ويروحوا لسوان عشان يعتذر لها على اللي قاله، وبيجيب لها ورد، وبتوافق سوان إنها تسامحه،
ومادي بتكون مبسوطة معاهم. مات بيفتخر ويفرح بنفسه إنه قدر يربي بنته رغم كل الصعوبات اللي عدت عليه، وقدر يكسب كل اللي راهنوا على فشله، وبقى أب مثالي لبنته مادي. ده كان فيلم النهاردة، ما تنسوش تعملوا لايك وتشتركوا في القناة علشان يجيلكوا كل الفيديوهات الجديدة، وشكرا إنكم اتفرجتوا للآخر.